يا شباب يا قبال نتكلم عن البيف والكفيت والبنية الحاصلة بين سولجة وحليم زمان. حاب اشكر اي زول دخل لي في التعليقات وقال لي علاء جود، علاء استمر. بشكر اي زول حب السين السوداني وحب الراب السوداني على طريقتي. الذي نحاول نحلل البيف الحاصل بين سولجة وحليم. عايز سيجاري بس دايما بنسى الولاعة. اجتهدت عشان تلقاها ودي ولعتك كاني ما تنساها وزط هنا واي زول ما فهم الحاصل لازم يفهم الحاصل في الحلقه دي. وقبال ندخل في الموضوع يا جماعه دايركم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتعملوا شير للقناه يا جماعه عشان نبقى كتار. ويلا نقول وي ليتس جو. عايزين نخوض كثير في تفاصيل التراكات الحاصله والبيفات الحاصله بين سولجة وحليم. المعروف انها كان فيها كثير من البني وكثير من الكفيت وكثير من البيفات وكثير من الردم. قبل ندخل في التفاصيل دي كلها عايز اوريكم معلومه واحده بس. المعلومه هي انه حليم دائما بيحاول يجي لسولجة في التايم زون. انا ما عارف الغرض شنو، بالرغم من انه حليم عنده كثير من الجمهور وبالرغم من لكن ما عارف حليم. معروف جدا جدا انه حليم دائما بيعمل محاكاه لسولجة، وانا ما عارف ده بيدل على نقص ولا بيدل على انه حليم اقل من سولجة ولا هو شايف سولجة افضل. صار بختفي في ثانيه ايزي بنساكر في ثانيه عارف ولا سولجة قدوته. فعلي شارع نقص تطلع زود اللي ترى انت تموت وصاحبك يبلع. المهم انا ما عندي حساسيه بين سولجة ولا عندي حساسيه بين حليم، لكن عايز اقول لكم انه حليم دايما بيشوف سولجة عمل حاجه بيعمل حاجه زي ما قال. انه حليم دايما بيحب المناقصات. زي ما عارفين اول تراك دخل بيه وكان فجر الدنيا، تراك تسجيل خروج تسجيل دخول اللي كان دخل فيه دخول بقوه ما رحم زول، دمر وفجر بيفات ثقيله ما خلى الرابر ما هبشوا. المعروف انه حليم كان هبش تودوب وكان مستلم الساحه، هبش سولجة وهبش كل الرابرز الموجودين في الساحه بكله يا جماعه، وقال لهم انه انا دخلت وانا مستلم الساحه ما في زول حيدخل يستلم مني اي حاجه. حليم دخل بنغزات ثقيله، بحب النغزات وبحب المهابشات. يعني كل البيفات اللي دخل فيها حليم كان هو السبب الرئيسي وهو اللي كان بيبادر بالبيف قبال الرابرز الاخرين ما يبادروا بالبيف. حليم فنان موهوب مبدع شاطر مميز، عنده اساليب حلوه وعنده تراكات حلوه وعنده البومات حلوه وعنده ستايل فريد، لكن عمل نغله كبيره في السين السوداني. بس مع كل ذلك ما عارفين انه ليش حليم دايما هو اللي بيبدا البيف وهو اللي بينغص ودايما هو اللي بيعمل اساليب المحاكاه. ما عارف كانه بحسسنا بالنقص بالرغم من انه هو فوق في القمه وهو توب اساسا. احبائي المشاهدين خلونا دائما نكون كلنا مستمتعين بالسين السوداني والراب السوداني بدون عداوات بدون اي نزاعات بدون اي حاجه. البيفات والخلافات في السين السوداني تكون في الراب فقط وكلنا نستمتع بها بدون اي خلافات يا شباب. وكامل الحب والتقدير والتحيه لكل الرابرز في ربوع الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب بكل مقاماتهم وباختلاف فلواتهم وباختلاف تراكاتهم وباختلاف ستايلاتهم وباختلاف البيتات اللي بيستخدموها. تحيه لكل الرابرز والتحيه لي انا شخصيا والتحيه للجمهور الكريم والتحيه لكل الشعب السوداني اللي بيحب السين السوداني يا شباب. لا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا تفعيل الجرس ولا تنسوا الضغط على زر اللايك يا شباب عشان نستمر كلنا. وان شاء الله الايام الجايه حيكون في مزيد من التحليلات ومزيد من البيفات ومزيد من الدمار يا جماعه عشان نستمتع في الراب السوداني. وما الهدف الا انه نخلي كل الناس مستمتعه وكل الناس تحصل على كامل المعلومات. ولكم كامل الحب والاحترام.